السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا بكم حبايبي على قناة كروشيه منى، معاكم منى محمود. باذن الله اشتغل معاكم الجاكيت ده والكارديجان الكبير ده. شايفين دي الكمام اهو. اشتغلت الاسوره دي بغرزة نص عمود، ودي الغرزة المجسمة بتاعتنا هنشرحها مع بعض. وده القمر بتاعه، ده شكله. دي الزراير، تمام. طوله حوالي 80 سنتي، اخد حوالي 12 بكرة او 1200 جرام. غرزته حلوة قوي، غرزته سهلة، اي حد يقدر يشتغلها وينفذها. طبعا ده مقاسه 3 اكس لارج، ممكن تعملي اكبر تعملي اصغر، المقاس اللي يعجبك. يلا بينا نبدا على بركه الله وان شاء الله. قبل ما نبتدي نشتغل كده اشتركي في القناه وفعلي الجرس، ويلا بينا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا بكم حبايبي على قناه كروشيه منى، معاكم منى محمود. باذن الله تعالى عايز اشتغل معاكم النهارده كارديجان حلو قوي. هعمل مقاسه يلبس 3 اكس، يعني هبدا السلسله بتاعتي او القمر بتاعي اللي هو ده الدوران ده. شايفين هبدأه ب140 سنتي، يعني هعمل الدوران 140 سنتي. هنشتغل القمر بتاعنا بالعرض، تمام. هنعمل هنا 15 سلسلة ونشتغل على العرض بتاعنا لغاية ما اوصل لغاية 140 سنتي. بعد كده هنشتغل في الغرزة المجسمة بتاعتنا دي اللي هي الغرزة الرئيسية. لكن انا اشتغلت الكارديجان ده خلصته من غير ما اصوره علشان هياخد وقت كبير قوي في التصوير، فقلت اصور واوصل لغايه الحرادات بتاعه الابط والبط بتاعه الصدر من فوق وتركيب الكمام. وبعد كده هقول لكم احنا نشتغل مع بعض ازاي. لكن انا دلوقتي هبدا معاكم هنا. بدايه هعمل كده جزء عينه صغيره بحيث اوريكم بس الغرزه شكلها عامل ازاي واعرفكم بس الغرزه. هستخدم هنا في الخيط بتاعنا ده، هستخدم خيط باريس. الفتله دي ناعمه وحلوه قوي، دي ستوك ملايه جميله جدا متوبرش. هنا هشتغل بيقول لي اشتغلي من ابره 3 ل 4 زي ما انت عايزه، فانا هشتغل هنا بابره رقم 3، تمام. هنبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل عقده البدايه. خلاص القمر بتاعنا ده، القمر ده شايفين شكله هو الاسترتش مطاطي اهو. هشتغل 15 سلسلة. هبدأ ب15 سلسلة، 1 2 3 4 5 كده. انا اشتغلت 15 خلاص، وارتفع بغرزة كمان والف الخيط على الابرة واشتغل كل الغرز دي كلها غرز نص عمود، تمام كده. هلف الخيط على الابرة وادخل هنا واشتغل غرز نص عمود. ندخل هنا في اخر غرزة اهي. خلاص ده كده العرض بتاع القمر بتاعنا اللي هو ده. ده العرض بتاع القمر. هطلع انا عليه، ده نشتغل عليه كده، افضل اشتغل عليه لغايه ما اوصل للدوران 140 سنتي.
140 سنتي. طيب احنا كده خلصنا اول سطر معانا، خلاص كده 15 سلسلة واشتغلت عليهم 15 نص عمود. هرتفع بقى هنا بواحد اتنين، يبقى كده غرزة نص عمود ارتفاعها غرزتين اتنين، وادخل هنا كده في اول غرزة في الغرزة الخلفية اللي ورا دي، الخلفية دي، وادخل واسحب الخيط، يبقى معايا 3 لفات هطلع منهم مرة واحدة، وارجع الف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة الخلفية دي، تمام كده، واسحب واطلع. بعد كده هكرر تاني، الف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة الخلفية، كده وصلت الغرزة الأخيرة من السطر. أهم حاجة الغرزة الأخيرة دي ما تنسيهاش، وبعدين ترتفعي بواحد اتنين وتلفي كده القطعة وتلفي الخيط على الإبرة، تدخلي هنا في أول غرزة تقابلك وتسحبي وتشتغلي غرزة نص عمود في الغرزة الخلفية. ليه بقى في الغرزة الخلفية؟ عشان نعمل الشكل ده، شايفين الشكل بتاع القمر ده. وافضل شغالة كده لغاية مرتفع بالطول او الدوران اللي انا محدداه، طبعا على حسب المقاسات اللي انتي هتاخديها، تمام. لكن انا هنا هشتغل معاكم قطعة صغيرة كده بس هشرح فيها الغرزة، وبعد كده هنكمل بقية الكارديجان مع بعض على الحجم الاصلي بتاعه. اهم حاجة اخر غرزة دي ما تنساهاش، ده الاخيرة دي، علشان الشغل كله يطلع مظبوط ويطلع مستقيم. اطلعي برضو باتنين سلسلة، الف الجزء بتاعي او القطعة وادخل هنا في اول غرزة كده واشتغل 3، شايفين؟ اطلع هنا كده الف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة الخلفية واسحب واطلع من الثلاث غرز مع بعض، تمام كده. وطبعا الاسورة بتاعت الكمام هنعملها بنفس الطريقة علشان تبقى الكمام ماشية مع القمر بالاساور شكل القمر. خلاص كده يا حبايبي، هرتفع انا بقى بشوية كده وارجع لكم عشان نشتغل في الغرزة الرئيسية بتاعتنا. بصوا يا حبايبي، انا عملت جزء بسيط اهوت صغير، هنعتبر ان ده الكارديجان بتاعنا. طبعا انت بتشتغلي بتطلعي بقى بالطول بتاعك اللي انت عايزاه زي ما اتفقنا في الاول، الدوران بتاع الكارديجان بتاعك. شوفي هتعمليه كام، هنقول بان هو ده الكارديجان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. خلاص هنعتبر ان دي المقاس ده 140 او 150 زي ما انت عايزه. خلاص كده ماشي، كده الكارديجان بتاعنا اللي هو مفتوح من قدام. طيب هنعمل ايه بقى الخطوه اللي جايه عشان نشتغل الغرزه الرئيسيه؟ هنشتغل على كل سطر ده كده اللي بالعرض ده، هنشتغل عليه غرز حشو عشان نطلع عليه بالغرز الرئيسيه بتاعت الايه الكارديجان. هندخل هنا تشتغلي كل القطعه دي او الطول ده اللي هو المفروض بقى 140 سنتي، شايفينه اللي هو ده. هنطلع هنا بغرز حشو هنا كده،
خلاص كده انا بروزت بغرزة الحشو، فاضل كده الغرزة الاخيرة اهي، هندخل مع بعض الغرزة دي اهي. خلاص كده انا خلصت. بعد ما خلصنا الغرز بتاعتنا نص عمود وغرزة البليسيه، اشتغلت غرزة حشو. هرتفع هنا بواحد اتنين تلاتة، ندخل بقى الغرزة الرئيسية بتاعتنا. تمام، هسيب هنا اول غرزة وادخل هنا في الغرزة التانية دي واسحب الخيط واشتغل غرزة عمود بلف، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين غرزة عمود بلف. تمام كده، واعد كده 1 2 وادخل في الغرزة التالتة واشتغل غرزة عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين اشتغل غرزة عمود بلفة. انا كده بكون حرف الفي، ده حرف الفي، وارجع اكرر تاني لغاية ما اخلص القطعة بتاعتي. 1 2 وادخل في الغرزة التالتة اهي، بعد كده اشتغل 2 سلسلة عمود بلفة، وارجع اعد تاني 1 2 وادخل في الغرزة التالتة. تمام كده، طبعا احنا هنا شغالين على اساس ان احنا بنشتغل على الطول بتاع الكارديجان كله. هنعد 1 2 وادخل في الغرزة التالتة واشتغل غرزة حرف في تاني اللي هي عبارة عن عمود بلفة، 2 سلسلة عمود بلفة تاني، 1 2 وادخل في الغرزة التالتة واشتغل 1 2، وبن اشتغل هنا غرزة التانية. بقى انا كده بكون غرز حرف الفي. خلاص اعد بقى 1 2 وادخل في التالتة اهو، غرزة سهلة خالص، 2 سلسلة، 1 عمود في نفس المكان. اعد 1 2 وادخل في التالتة اهو، 1 2 وادخل في مكان نفس الغرزة بتاعة العمود الضلع الاولاني، هي نفس الغرزة. انا كده بكون حرف الفي. هكمل كده الدور وارجع اقول لكم احنا هنعمل السطر التاني ازاي. خلاص كده هدخل هنا في اخر غرزة اللي هي تبقى غرز الارتفاع. تمام كده، وارجع ارتفع بواحد اتنين تلاتة. هاجي هنا في حرف الفي ده، شايفين اول ضلع ده هدخل تحتيه كده واشتغل غرزة عمود امامي. خلاص، وادخل هنا جوه السلسلتين دول هشتغل 1 2 غرزتين 2 1 سلسلة، واشتغل 2 عمود تاني بلفة في نفس المكان، وارجع اشتغل الضلع التاني ادخل تحت العمود واشتغل عمود بلفة اللي هو العمود الامامي. خلاص، هرجع اكرر تاني، هيقابلني هنا حرف الفي، هشتغل هنا في الضلع ده عمود امامي عمود بلفة، واشتغل هنا صدفة مكونة من 4 غرز بينهم سلسلة. يبقى ادي 1 2 سلسلة 1 2. تمام كده، وبعدين هاجي على الضلع ده واشتغله برضو عمود امامي. يبقى احنا الغرزة بتاعتنا دي مكونة من سطرين، سطر حرف الفي وسطر التاني اللي هو الغرزة الرئيسية بتاعتنا. خلاص، غرزة سهلة وبسيطة خالص اهو. تخش هنا كده تحت العمود تسحبي عمود بلفة، وبعدين تشتغلي صدفة. ادي 1 2 3 4. بعد كده اشتغل الضلع التاني من حرف الفي، اشتغله غرزة عمود امامي بلفة اهو. شايفين ادي العمود واشتغل عليه عمود، الف الخيط على الابرة وادخل هنا اشتغل 1 2 سلسلة 1 2، وادخل تحت العمود واكرر. خلاص اخلص كده السطر ده وارجع لكم تاني.
خلاص كده انا وصلت لاخر السطر. غرز الارتفاع دي هدخل فيها برضو واشتغل غرزة عمود بلفة. ده شكل الغرزة بتاعتنا. هرتفع برضو 1 2 3 ونرجع نكرر السطر بتاع غرز حرف الفي. هاجي هنا شايفين الصدفة دي اللي احنا اشتغلنا فيها هنا 2 عمود بلفة، سلسلة 2 عمود بلفة. هندخل هنا بين الأعمدة وبعضها ونشتغل غرزة حرف في، عمود بلفة، سلسلة 2 عمود بلفة. يبقى احنا كده بنأسس للغرزة الرئيسية. هكرر تاني هنا، هدخل هنا واشتغل حرف في اهو 1 2 تاني اخر غرزة معانا هنا حرف الفي اهي، سلسلتين. بعد كده ادخل هنا في غرز الارتفاع دي واشتغل فيها غرزة عمود بلف. يبقى الغرزة بتاعتنا الرئيسية زي ما انتم شايفين كده سطر حرف في وسطر تاني 1 2 3. خلاص هاجي هنا برضو اكرر تاني، هشتغل هنا عمود بلفة في الضلع الاولاني وادخل هنا اشتغل 4 عمود بلفة بينهم سلسلة واحدة اهو، سلسلة وبعدين 2 عمود بلفة، وبعدين هنا ادخل اجيب العمود الامامي. هفضل بقى اشتغل واكرر. هنعتبر بقى ان ده الكارتيجان بتاعنا اللي احنا المفروض بعد ما نخلصه هنجيبه كده قصاد بعضه، شايفين كده لغاية ما نطلع بالطول لغاية فتحة الابط. خلاص دي كده شرح الغرزة بتاعتنا اللي هي المفروض ده. شايفين اهو ده شكله، شايفين الغرزة، شكل الغرزة في منتهى الشياكة. شايفين انا هنا ارتفعت بطول 50 سنتي، الطول بتاعي ده 50 سنتي. هنبتدي نشتغل مع بعض الظهر لوحده والجوانب لوحدها، وبعد كده نجمعهم نطلع منهم الفتحة بتاعة الكم. حبايبي انا كده خلصت الطول بتاع الجاكيت بتاعي او الكارديجان والدوران بتاعه. المفروض انا كنت هعمله 140 سنتي. بالفعل انا عملت القمر ده في البداية خالص على انه 140 سنتي، لكن انا بعد ما خلصت الغرزة وخلاص كده هعمل الحردات فبقيس تاني الدوران بتاع الجاكيت بتاعي لقيته صافي 110. يعني المفروض انا دلوقتي لسالي كام على ال 140؟ لسالي 30 سنتي بالظبط. خلاص هنا الفرق ده 30 سنتي، بمعنى ايه؟ الجنب ده بقى 20 والجنب ده بقى 20، يعني جنب اليمين 20 وجنب الشمال 20 سنتي، والظهر هنا هيبقى عندي 70 سنتي. تمام، يبقى انا كده محتاجة لسه هزود هنا 30 سنتي بالظبط. هنا 15 سنتي وهنا 15 سنتي. في حل من الاتنين دلوقتي، يا اما نشتغل الجزء ده كله كده غرز بليسيه بالعرض تبقى شكلها حلو برضو، يا اما نشتغل نفس الغرزة بتاعتنا دي لكن بالعرض نطلع بيها كده. تمام، نعمل غرزة حرف الفي ونرجع لها السطر التاني نملاها، هتبقى نفس الشكل بس بالغرزة وتبقى شكل جديد. يعني هبتدي اشتغل هنا، هطلع هنا كده بالعرض واطلع كده، هطلع من هنا كده 5 سنتي ومن الناحية دي 5 سنتي، وبعد كده المسافة اللي في النص اللي هي بتبقى الحردة بتاعت الرقبة اللي هي ال10 سنتي اللي في النص دي هنعمل لها المرد بتاعها اللي هي الغرز البليسيه. تمام كده. طيب تعالوا نشوف هنعمل الحردات بتاعتنا ازاي، هنعلم عليها ازاي او هنعلمها ازاي. خلاص شايفين دي حردة البطة اهي، ده الكتف الشمال اهو. خلاص كده دول كده 20 سنتي.
خلاص. هنا في فستون، شايفين هنا الفستونات دي، انا هسيب فستونة من هنا، هعلم هنا كده، شايفين، هقفل من هنا خلاص، والناحية المقابلة ليها يبقى انا كده سبت 3 فستونات، 1 2 3، دي الفتحة او الحردة بتاعت الباط بتاعنا. تمام. هاجي الناحية التانية دي برضو، هنا انا سبت هنا 20 سنتي الكتف اليمين خلاص، عشان نبقى عارفين احنا شغالين ازاي. ادي فستونة 2 3، هاجي هنا كده واعلم بالماركر كده خلاص، والناحية المقابلة ليها. يبقى انا كده حددت العلامات بتاعت الفتحة بتاعت الابط او الحردة بتاعتنا. تمام. الفتحة بتاعتنا ايه؟ 3 فستونات خلاص. زي ما قلت لكم كده، المفروض ان انا هشتغل بالعرض 5 سطور كده، وبالعرض 5 سطور خلاص. هنشتغل ازاي بقى مع بعض؟ انا وقفت هنا خلاص، هاجي هنا الجزء ده واشتغل 1 2 هشتغل غرزة عمود وارتفع بواحد 2 3، دول سلسلة الفراغ، وادخل هنا اعمل الغرزة التانية. يبقى انا كده انا بكون حرف الفي اللي انا على اساسه هشتغل الغرز بتاعتنا دي خلاص. هرجع لي في الخيط على الابره وادخل هنا في الفراغ ده واشتغل برضو حرف الفي التاني، 1 2 3، وارجع اشتغل العمود التاني او الضلع التاني خلاص. كل فراغ من دول هشتغل فيه غرزة حرف الفي، عمود 3 سلسلة عمود. انا هنا بكون حرف الفي زي ما كنت بعمل هنا، هي الغرزة واحدة. تمام كده. هدخل هنا تاني واكرر 1 2 3، والضلع التاني من حرف الفي خلاص. خلص الدور كله بالطريقة دي اهو، عمود 3 سلسلة عمود، شايفين حرف الفي اهو معانا. اللي بعده 1 2 3، والعمود التاني، دي كلها غرز حرف الفي. هكمل الجزء ده، السطر ده كده حرف الفي، وهنرجع عليه في الغرزة بتاعتنا دي. هشتغل على الناحية دي 5 سطور حرف في، و5 الغرزة المجسمة بتاعتنا خلاص كده. اخر غرزة هدخلها هنا في اول غرزة هشتغلها غرزة عمود بلفة، دي كده نهاية السطر. يبقى انا اشتغلت السطر ده كله بالعرض غرز حرف الفي خلاص كده. هرجع تاني اشتغل عليها نفس اللي كنت بشتغله هنا في الغرزة الرئيسية. هرتفع ب1 2 3، شايفين اهو ارتفعت انا كده اول عمود. هرجع الف الخيط على الابره واجي على الضلع بتاع حرف الفي ده تاني، هشتغل فيه غرزة عمود بلفة، غرزة امامية، وارجع اشتغل الصدفة بتاعتنا اللي هي ايه 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة خلاص. هيقابلني هنا الضلع ده هدخل فيه اشتغله عمود امامي، والعمود اللي جنبه عمود امامي. تمام كده. يبقى احنا كده اشتغلنا نفس الغرزة بتاعت الجاكيت لكن بالعرض. واكمل الصدفة بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة خلاص.
هيجيلي هنا الضلع اشتغله عمود بلفة امامي، واللي بعده عمود بلفة امامي. خلاص كده يبقى نفس الشكل ده هو نفس الشكل اللي احنا اشتغلناه بالطول، لكن هنشتغل هنا كده 10 سنتي بالعرض من الجنب ده و10 سنتي من الناحية التانية اللي هي ايه سطر حرف في وسطر الغرزة بتاعتنا. تمام. هخلص انا بقى كده الخمس سطور دول في الناحية دي والناحية التانية، وبعد كده نقوم طالعين بالظهر. تمام كده نخلص الظهر ونرتفع بيه ونخلص الجوانب كمان. كمل كده بقى غرزتين وبعدين سلسلتين وبعدين غرزتين، دي الصدفات بتاعتنا اهو. شايفين شكلها حلو قوي اهي. خلاص هخلص كده وارجع لكم. شوفوا يا بنات انا كده توصلت خلاص للطول النهائي بتاع الجاكيت بتاعي. طبعا الكادر بتاع الكاميرا مش جايبه كله، لكن هو طوله 80 سنتي. انا كده خلاص خلصت الطول كده 80 سنتي. تمام كده عملت الامامي زي الظهر، يعني الوش زي الظهر بالظبط في الطول. ناقص دلوقتي احنا نقفل الكتاف بتاعتنا، وبعد كده نعمل المرد بتاعنا ان نركب فيه الزراير. طبعا ده شكله، شايفين شكله اهو، شايفين شكله. هلفه كده ده القمر بتاعه اللي احنا اشتغلناه مع بعض من الاول. شايفين اهو لسه هنطلع عليه بغرزة البليسيه. خلاص هاجي هنا كده شايفين هبتدي اقفل انا هنا الكتاف دي. شايفين هنشبكها مع بعض بغرزة الحشو. خلاص كتفين، وبعد كده نشتغل مع بعض الكمام. هقلبه كده على ظهره عشان نقفل الظهر. تمام كده هنجيب هنا كده الكتاف على بعضها، نمسك من اول هنا، ودي فتحة الكم بتاعنا. احنا اتفقنا عليها تبقى فتحة طويلة شوية عشان الكم يبقى واسع، ما يبقاش ماسك بالظبط على قد فتحة الدراع. تمام كده بس عايزة الصورة تبقى واضحة. هاجي هنا هشبك الخيط. شايفين كده ده الكتف الاولاني. هاجي هنا هدخل هنا في العمود ده. شايفين هنا في الغرزة بتاعتنا، واسحب الخيط واعمل عقدة. تمام هبتدي ادخل هنا بين غرز بعضها واشتغل غرز حشو بالتمام كده اهو. ده الكتف الاولاني. غرز حشو سهله خالص اهي. باخد الخيط طبعا تحت الابره عشان ما يبانش، واخد كل غرزه الغرزه المقابله ليها. اهو خلاص كده اخلص. خلاص كده خلصت تقفيل الكتف الاولاني. هقص الخيط. تمام
ده الكتف الاولاني اهو. هدخل بقى كده على الكتف التاني، هجيب كده، اجيب الجنبين على بعض اهو، واجي هنا في الغرزة، اجيب الغرزة على الغرزة في الاول، وبعد كده اكرر نفس اللي انا عملته في الناحية التانية. هسحب الخيط واعمل غرزة عقدة عشان ما يفكش مني، وبعد كده هلف برضو على كله بغرز حشو، اقفل الناحية التانية زي ما عملت الجنب الاولاني. خلاص كده. خلاص هكمل كده. خلصت تقفيل الكتف التاني، هقص الخيط برضو كده. خلاص هنقلبه بقى مع بعض كده. دلوقتي بعد ما قفلنا الكتاف بتاعه الجاكيت بتاعنا، احنا قدامنا نعمل خطوه من الاتنين، يا اما نعمل الدوران اللي هو البليسيه ده داير ما يدور، يا اما نركب الكمام الاول، وفي الحالتين الاتنين هيتعملوا. فطبعا انا كنت شغاله الغرزه دي من الاول، بنشتغل سطر حرف في وسطر صدفه. طيب انا دلوقتي عشان اعمل هنا الغرز بتاعت البليسيه دي لازم اعمل لها بنيه اساسيه، او اعمل لها السطر الاساسي غرزه عمود بلف، عشان غرزه البليسيه لازم يبقى تحتها غرزه عمود بلف. طب الحل ايه دلوقتي؟ انا هشتغل غرزه حرف في داير ما يدور كده، يعني هبدأ من هنا مثلا غرزة حرف في، او من هنا اي ناحية انت عايزاها، من الناحية دي او الناحية دي. طبعا ربنا يجعلنا من ناحية اليمين، هنبدأ من الناحية اليمين حرف في، وبعد الحرف في هنشتغل على الحرف في دوت غرز عمود بلف، وبعد كده نشتغل غرزة البليسيه بتاعتنا. يعني هنشتغل ازاي؟ طبعا هنلف بتاعنا الجاكيت، هنلف الجاكيت بتاعنا كده. خلاص ونيجي هنا من اول القمر ده كده عشان تبقى السطور كلها ماشيه مع بعضها. هسحب الخيط واعمل غرزه وارتفع 1 2. خلاص واشتغل هنا حرف في، هدخل هنا في الغرزه دي واشتغل حرف في اللي هي عباره عن غرزتين ماشي، وبعدين ادخل في نفس المكان واعمل عمود بلف. خلاص وارجع اسيب 1 2 وادخل في الغرزه الثالثه دي كده واشتغل عمود، وبعدين 2 سلسله، وبعدين عمود بلفه في قلب. ليه بقى انا بعمل حرف الفي ده؟ علشان اشتغل فيه بعد كده غرزه عمود بلفه اللي اسس بيها للبليسيه. 1 2 وادخل في اللي بعدها واشتغل غرزه حرف في سلسلتين عمود. 1 2 وادخل في الثالثه 1 2. تمام.
هكمل هنا 1 2 وادخل هنا واشتغل حرف في. انا هكمل لما اوصل، هفضل اشتغل لغايه ما اوصل للناحيه التانية دي. تمام، الناحيه دي هشتغل دوران كله. خلاص، بعد كده اهو هدخل هنا واشتغل غرزه حرف في. لا بلاش، خلينا في الصدفه نفسها هنا كده في الصدفه دي، وبعدين حرف في سطر هنا سلسلتين عمود بلف. هيعمل لي بعد كده اشتغل في صدفات بقى. شايفين دي الصدفات دي؟ هلف الخيط وادخل هنا في صدفه واشتغل حرف في عمود بلفه، سلسلتين عمود بلف. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ بعد كده هدخل حرف الفي اللي بعدها. اللي بعد هفضل اشتغل كده على الصدفات دي كلها لغايه ما الف الجزء التاني الناحيه التانية. هخلص السطر. شايفين اهو، هشتغل كل ده كده حتى الدوران بتاع الرقبه كله. هخلص وارجع لكم. خلاص كده انا بروزت الجاكيت بتاعي كله بغرز حرف الفي. شايفين اهي، هبتدي اشتغل عليها كلها غرز عمود بلف علشان اطلع بعدها على البليسيه. لكن انا غيرت الابره، خليتها مقاس 4، اللي كانت معايا كانت 3.5. دايما هيبقى الارتفاع بتاعي هنا غرزتين 2 بس، مش هزود عن 2. تمام، هدخل كده على التوالي كده. ادي اول غرزه بالترتيب عمود بلف. هدخل هنا في حرف الفي هشتغل 2 عمود بلف، 2 عمود بلف. انا كنت بشتغل سلسلتين 2 بحرف الفي، هشتغل جواهم 2 عمود بلف. واجي هنا بين حرف الفي والتاني هدخل هنا كده برضو واشتغل عمود بلف. خلاص، واجي هنا في حرف الفي اشتغل 2 عمود بلف. يبقى انا كده بملى كل الفراغات دي بغرز عمود بلف اهو. تمام كده. هدخل هنا جوه حرف الفي 2 عمود بلفه، وبين حرف الفي والتاني هدخل اشتغل عمود بلفه، بحيث هنا كله يبقى غرز عمود بلفه عشان اطلع بيها على البليسيه بعد كده. خلاص، اكمل بقى كده واخلص الدوران كله. طبعا كارديجان كبير او الجاكيت ده كبير فهياخد وقت مني، فانا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. خلاص كده هفضل اشتغل كده لغايه ما اوصل للناحيه التانية المقابله ليها من الطرف للطرف كده. 2 اهو، 1 2 وبين حرف الفي عمود كده بالترتيب ورا بعض. مش هو الجاكيت كبير واخد وقت جامد ومجهود كبير، لكن ان شاء الله النتيجه تبقى كويسه ومرضيه باذن الله. خلاص كده. خلاص، اكمل بقى كده لنهايه الدور ونرجع نشتغل مع بعض البليسيه. خلاص، هكمل كده وارجع اكمل معاكم. ده شكله بعد ما خلصنا غرزة العمود بلفة. هنبتدي بعد كده بقى نشتغل غرزة البليسيه اللي اتفقنا عليها. زي ما قلت لكم ارتفع ب1 2 بس. خلاص، هاجي هنا هدخل هنا تحت العمود الاولاني ده واشتغل غرزة عمود امامي. خلاص اهي، ده اول غرزة معانا. بعد كده الغرزة التانية هدخل اشتغل غرزة عمود خلفي، دي غرزة البليسيه. بعد كده اكمل امامي عمود امامي عمود خلفي، عمود امامي عمود خلفي، عمود امامي عمود خلفي. تمام كده.
دي الغرزة بتاعتنا لغاية ما نخلص القمر بتاعنا او المرد بتاعنا البليسيه، وهنيجي في السطر اللي قبل الاخير وهنعمل عراوي للزراير، واحتمال ما نعملش عراوي على حسب ما نشوف هنعمل الشكل النهائي ازاي. اهو واحدة امامي واحدة خلفي، امامي وخلفي. شايفين ده شكل البليسيه بتاعنا هيبقى بالعرض. هفضل اشتغل كده كده داير ما يدور لغايه ما اوصل هنا كده 5 سنتي وهنا 5 سنتي، واحتمال يبقى اكتر على حسب ما نشوف برضو هنوصل للمقاس كام، على حسب المقاس ما يطلع معانا مظبوط. خلاص طبعا ده هياخد وقت كبير مني اللي هي غرزة البليسيه دي، فانا هخلصها وبعد كده هقول لكم الخطوه الجايه ايه. هفضل كده اشتغل امامي وخلفي لغايه ما اخلص الطرف التاني، هوصل للطرف التاني ده. بعد كده هكمل بقى كله امامي وخلفي امامي وخلفي، هخلص كده وهرجع اكمل معاكم. شوفوا يا حبايبي، انا وصلت دلوقتي اللي انا اشتغلت القمر او المرد بتاع الجاكيت بتاعنا. اشتغلت هنا 5 سطور غرزة البليسيه امامي وخلفي. طبعا انا رايحه جايه شغاله كده خلاص. فانا وصلت هنا للناحيه التانية الناحيه اليمين كده السطر الخامس اخر حاجه. بس انا هعمل هنا عروتين 2 بس، يعني مش هعمل عراوي كتير. فانا هقيس من اول هنا، من اول الرقبه هقيس 25 سنتي، دي الفتحه 25 سنتي تمام. وهشتغل هقف هنا كده واعمل 1 2 3 كده 3 سلاسل، واسيب 1 2 وادخل هنا في التالتة واشتغل غرزة عمود امامي. خلاص دي العروة بتاعتنا، شايفين العروة اهي. وبعد كده هكمل بقية الغرز بتاعتي اللي هي امامي وخلفي غرز البليسيه كده. طبعا الجواكت دي حاجه ترجع لك، عايزه تعملي زرار واحد بس يمسك من فوق من ناحيه الصدر من فوق حلو شغال، عايزه تعملي 5 زراير فوق بعض او 3 فوق بعض برضو مفيش مشكله. دي حاجه ترجع لك على حسب انتي عايزه تلبسيه ازاي او شايفاه بعينيك ازاي. خلاص هشتغل هنا كمان كده كام غرزه واعمل العروه التانية. وممكن تعملي العراوي وما تركبيش الزراير في اي وقت، حبيتي تغيري وتركبي زراير في اي وقت ركبي زراير. العروه الاولانيه اهي ماشي. دي غرزة البليسيه اللي اشتغلناها مع بعض. كده انا سبت 10 اعمدة هنا بين الزرار والتاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 وفي 8 من الناحية التانية، يعني في 8 امامي 8 عكسي. بعد كده هشتغل 1 2 3 سلاسل واعد 1 2 واجي هنا في الغرزة التالتة دي واشتغل غرزة عمود امامي زي ما عملت في العروة الاولانية. ادي عروة وادي التانية. عايزة تكملي بقية العراوي وتعملي زراير للنهاية وتقفليه مفيش مشكلة، عايزة تخليه كده براحتك. انا هعمل عروتين 2 بس وبعد كده هكمل السطر بتاعي كله امامي وخلفي لنهاية الدور.
اخلص السطر وارجع اكمل معاكم. كده خلصت السطر البليسيه اللي هو رقم 5. كده انا اشتغلت هنا في الناحية دي 5 سطور بليسيه، وهنا كمان 5. هشتغل بس سطر حشو علشان اقفل العراوي بتاعة الزراير، وده هيبقى اخر سطر معانا في الجاكيت بتاعنا. هدخل كده واشتغل غرز حشو بين الغرز وبعضها بس. اهو موضوع سهل وبسيط خالص، محتاج تركيز بس. هيبقى الطرف عندي هنا انا بروزته كله بغرز ايه الحشو. تمام. ليه بقى غرز الحشو؟ عشان تثبت الطرف بتاعه ما يبقاش رايح جاي كده ويتمطش معايا. غرز الحشو تبقى ثابته كويسه وهتثبت الطول بتاعه. خلاص كده هكمل انا كده لغايه ما اوصل للعراوي واكمل معاكم. دي غرز حشو. انا وصلت هنا للعروه. شايفين احنا كنا سايبين هنا 3 سلاسل هنشتغل فيهم 3 غرز حشو. شايفين اهو، واكمل الغرزه اللي بعدها حشو. دي العروه بتاعتنا. خلاص هكمل برضو بقيت الدور كله غرز حشو، واجي عند العروه واشتغل فيها 3 غرز حشو. ودي العروة اشتغل فيها 3 غرز حشو اهو، واكمل ورا. خلاص كده العروة بتاعتنا اهي. هكمل بقى الدور كله غرز حشو وارجع لكم. خلاص كده خلصت السطر الحشو. هقص الخيط كده انا ما عدتش محتاجاه. خلاص كده احنا خلصنا. هنضف انا الخيط ده بعد كده. شايفين العراوه بتاعتنا اهي، هركب لها الزراير. خلاص كده خلصنا من الجزئيه دي وركبنا الزراير والعراوه بتاعتنا. نسيت اقولك ان العراوه بتاعت الحريم او البنات بتبقى على الناحيه اليمين، تمام، والزرار بتركب في الناحيه الشمال. لكن الاولاد والرجال بيبقى العكس، بتبقى العروه هنا في الناحيه الشمال والزرار بتركب في الناحيه اليمين. انا نسيت اقولك عليها وانا بعمل العراوي معاكم. تمام. فاضل معانا دلوقتي ايه؟ الكمام. احنا كده خلاص خلصنا اهو الجاكيت بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. خلاص شايفين شكله اهو. لسه معانا الكمام هنشتغلها مع بعض. وصلنا هنا للمرحله النهائيه اللي هي المفروض الكمام. طبعا انا كنت سايبه هنا الفتحه بتاعت الابط دي فتحه كبيره، يعني عايزه حربة الابط دي تكون كبيره مش يعني مظبوطه بالظبط. هنشتغل ازاي بقى؟ المفروض احنا شغالين الجاكيت بتاعنا من الاول بسطرين 2، سطر حرف في وسطر الغرزه المجزمه بتاعتنا. خلاص هاجي هنا كده، شايفين، هدخل هنا كده في النص. خلاص واسحب الخيط بتاعي كده اهو. هسحب الغرزه وارتفع ب1 2 3 4 5. ليه 5؟ هشتغل هنا غرزه حرف الفي. هشتغل هنا السطر ده كله كده حرف في، وبعدين اطلع في الغرزه بتاعتنا اللي هي المجسمه. يبقى سطر وسطر زي ما اشتغلت عشان يبقى الكم نفس الشكل ونفس النظام بتاع الجاكيت. تمام. هشتغل هنا في نفس الغرزه دي غرزه عمود بلفه. يبقى انا كده اشتغلت هنا حرف الفي 3 سلسله هي اول عمود، و2 سلسله وبعدين عمود بلفه. خلاص هاجي هنا كده هشد الخيط، هاجي هنا هتقابلني بقى الفتحات دي.
هشتغل في فتحة واسيب التانية، هشتغل في واحدة واسيب التانية. خلاص هدخل هنا كده واشتغل حرف الفي التاني اهو كده، غرزة عمود، 2 سلسلة، غرزة عمود. خلاص هاجي هنا هتقابلني هنا فتحة في الجنب، هسيبها وادخل في اللي بعدها واشتغل حرف الفي، 1 2 عمود بلفة. خلاص هسيب الفتحة دي وادخل في اللي بعدها واشتغل حرف الفي. هفضل كده لغاية ما اخلص السطر كله غرز حرف الفي، وبعدين اشتغل فيها نفس الغرزة بتاعتنا اللي هي الصدفة. خلاص هسيب الفتحة دي وادخل في اللي بعدها كده. انا بشتغل على فتحة الكم عشان اظبط الدوران بتاعه. خلاص هسيب الفتحة دي وادخل في اللي بعدها، عمود، 2 سلسلة، عمود. هسيب دي وادخل في اللي بعدها، هخلص السطر ده وارجع اكمل معاكم. وصلت لنهاية السطر بتاع حرف الفي اهو، هدخل هنا واقفل. خلاص كده السطر الاولاني ده كله حرف الفي. هشتغل الغرزة بتاعتنا بقى الرئيسية. خلاص هرتفع بواحد 2 وادخل هنا تحت العمود ده بتاع حرف الفي واشتغل عمود بلفة، عمود امامي، واشتغل 2 سلسلة، 2 عمود قصدي، وبعدين سلسلة، وبعدين 2 عمود. خلاص واجي هنا على الضلع التاني ده اشتغل عمود امامي وارجع اكمل بنفس النظام. ادخل هنا واشتغل عمود امامي، اشتغل الصدفة جوه اهي، 2 عمود، سلسلة، 2 عمود، والضلع التاني من الصدفة هشتغله عمود امامي. طبعا دي الغرزة الرئيسية بتاعت الجاكيت بتاعنا من اول سطر. هفضل انا بقى اشتغل كده سطر حرف في وسطر الغرزة المجزمة بتاعتنا ماشي، وكل مرة اقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة لغاية ما الكم بتاعي ينزل بسلبة كده وبسحبة. هشتغل هنا شوية سطور وارجع اوريكم انا اشتغلت ازاي. كده خلصت السطر الغرز اللي هي المجسمة دي. هدخل هنا كده في الصدفة دي وهقفل كده بمنزلقة تمام، وارتفع بواحد 2 وادخل على الصدفة اللي بعدها دي واشتغل حرف الفي. خلاص بعد كده خلص حرف الفي السطر كله وارجع اشتغل الغرزة بتاعتنا كل دور واقفل بمنزلقة لغاية ما اخلص الكم. شوفوا يا حبايبي انا كده خلاص ارتفعت بطول الكم اللي انا عايزاه. زي ما انتوا عارفين كنا بنشتغل هنا الغرزة بتاعتنا من اول الجاكيت لاخره سطر غرز مجسمة، والسطر التاني غرزة حرف الفي. هقفل هنا كده بمنزلقة ومش هشتغل غرز مجسمة تاني. انا هشتغل هنا في حرف الفي ده اللي انتوا شايفينه، كنا بناخد هنا سلسلتين 2 فراغ تمام، هشتغل فيهم كلهم غرز نص عمود. يعني هشتغل هنا كده غرزة نص عمود وارجع اشتغل في الغرزة اللي بعدها نص عمود، يبقى انا كده اشتغلت في حرف الفي غرزتين 2 نص عمود. واجي هنا بين الحرف الفي والتاني هشتغل برضو غرز نص عمود. شايفين انا مش هعمل بليسيه اللي هي امامي وخلفي، لا انا هعملها كلها غرز نص عمود، يعني الاسوره كلها تبقى غرز نص عمود. واجي هنا بين الحرف الفي والتاني واشتغل غرزة نص عمود كده، غرزة نص عمود التانية كده في قلب حرف الفي، واجي هنا بينهم اشتغل برضو غرزة نص عمود. هفضل اشتغل كده لغاية ما اخلص السطر، وبعد كده هقفل بمنزلقة وافضل اشتغل بقى غرز نص عمود دي لغاية ما اخلص العرض الاسورة اللي انا عايزاه اللي انا هحدده كده. غرز نص عمود اهي هنا في قلب الحرف الفي نشتغل 2 نص عمود تمام.
وبينهم اشتغل غرزة نص عمود. انا بكرر تاني على اساس ان اللي بتشتغل ورايا او اللي بتتفرج تستفيد كويس. خلاص كده. وصلت هنا لنهاية السطر، هدخل هنا اشتغل غرزة نص عمود. خلاص، واجي هنا في غرز الارتفاع دي هدخل كده واسحب منزلقة وارتفع ب2 سلسلة بس. خلاص، وادخل هنا بقى في كل غرز نص عمود هشتغل فيها غرزة نص عمود. كل غرزة نص عمود هشتغل فيها نص عمود كده بالتوالي ورا بعض. خلاص كده. هخلص شوية سطور وارجع لكم. كده يا بنات انا خلصت خلاص الاسوره بتاعه الكم. زي ما قلت لكم انا مش هعملها غرزه بليزيه، هشتغلها نص عمود زي ما انتم شايفين كده. يعني قلت نوع من انواع التغيير. تمام. انا هنا ارتفعت حوالي 14 سطر غرزه نص عمود. خلاص، انا كده وصلت للنهايه لاخر سطر. لسه بس في خطوه بسيطه. انا كده هقفل هنا كده بمنزلقه. خلاص، واشتغل السطر ده كله غرز حشو، تبقى غرز ضيقه او اصغر شويه من الغرز اللي نص عمود. كل الغرز دي هشتغلها غرز حشو. يبقى انا كده قفلت السطر كله بغرز حشو. كده خلصت السطر الحشو. هقفل هنا بقى بمنزلقه. تمام كده. خلاص، هسحب الخيط كده. خلاص حبايبي، انا خلصت الكم اهو، وخلصت الكم التاني. وكده الحمد لله بفضل الله كده الجاكيت بتاعنا خلص الحمد لله رب العالمين. وده شكله، ده شكله النهائي اهو، شايفين؟ ده شكله، ده طوله حوالي 80 سنتي. الكمام بتاعته اهي. اتمنى طبعا شغلي يعجبكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.